بما انه ساعات نشوي حاجة من برا، علاش لا ما نعملوهاش في الدار؟ اليوم حبيت نعمل لكم ملفوف تونسي سهل وبنين خف لف يحضر، باش نوريكم كيفاه نعملوا البات والمايونيز والحشو. ما تنسوش تشتركوا في القناة اذا ما زلتوا ما اشتركتوش. بالنسبة لمكونات البات سهلين، نسحقوا 400 جرام سميد، 400 فارينة، رشة كبيرة ملح، ماء سخون يغلي، من اللي غلي طفيت عليه وجبت باش نخدم به ديريكت، كاس صغير زيت. نحط المكونات الجافة في العجينة ونبدو نصبه في الماء بشوية بشوية حتى لين تحصلوا على عجينة رطبة. وكل شوية ما ننسوش باش نهبطوا الجناب خاطر تبقى فيهم فارينة وسميد. الماء صبوا بشويه بشويه وشوفوا عجينتكم بالباهي خاطر راهي تبان لكم اللي ما زالت ناقصه ماء، اما هي تكون ما زالت سايله وتتلصق كما قاعدين تشوفوا توا في الفيديو. كان حصلتوا وكثرتوا الماء زيدوا هاوينا قد مغرفه فارينه مغرفه سميد حتى لين تتحصلوا على عجينه رطبه. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها ما زالت تتلصق. توا باش نوقف الخدمه بالعجينه وباش نخدم الخدمه الاخرى بيدي. واذا كان ما عندكمش عجينه مش مشكل، تنجموا تعجنوها بيديكم، ديجا اني كملت الخدمه الاخرى بيدي وتعجنوا بالباهي حتى لين تتحصلوا على القوام اللي قلت لكم عليه. بعد ما بديت نعجن فيها بداية وزدتها شوية فارينة وشوية سميد حتى لين تتماسك، اما في نفس الوقت تبقى رطبة وخفيفة، يعني ما نزيدوهاش حتى لين تولي كاس حويبسة. حاجتنا بها ما تتلصقش في اليدين، اما في نفس الوقت ما زالت طرية. وتوا باش نبدو نزيدو فيها بشوية بشوية الزيت وحنا نعجنوا حتى لين نكملوا هذاك الكاس الصغير. وحتى لتوا العجينه مازالت دافيه خاطر الماء سخون برشا. نعملوها كعبر، انا خرجت لي 8 كعبر، يعني تقريبا كل 100 غرام تعمل كعبه، خاطر عملنا 400 فارينه و400 سميد. المهم ندهنوا بلاتو بالزيت ونحطوا كعبر العجينه فيه، ومن بعد نغطوهم بالزيت باش يبقوا رطبين وما يعملوش قشره، ونغطوهم ونخلوهم يرتاحوا لطون اللي عملنا فيه الحشو اللي باش نحطوه من داخل. بديت نقص في البطاطا باش نقلاها، وحضرت كرومبوس في النارية باش نرحيهم ونعملهم سلطة، وباش نزيد نقص معاهم كعبتين طماطم. سلطة الكرومب بنينة برشا وتزيد الملفوف بنة، يعني ماذا بكم تعملوها. وباش نزيد معاها زادة خس. قصيت شوية الكرنب باش ترحيها لي فيسة، وباش نحط معها زادة سفنارية. بالنسبة للسلطة حطوا اللي تحبوا عليها، وديما حطوا الكمية اللي باش تجيكم قد يعني مثال عملتوا كمية كبيرة متاع بات متاع ملفوف، ما تعملوا شوية باش تكفيكم، ولا تجيكم الكعبة متاع الملفوف فارغة، يعني ماذا بيكم على قد الكونتيتي متاع البات على قد الحشو متاعكم.
وعملت اومليت زادة، حطيت فيها معدنوس مكسوس ومعاه كعبة ولا كعبتين فرماج و6 كعبات عظام ورشة ملح ورشة فلفل أكحل ومغرفة هريسة. نجموا تعملوا فيها البصل زادا يجي بنين، ولا تحطوا فيها زادا فروماج غابي وإلا تن، اللي تحبوا تزيدوه زيدوه. توا باش نعمل معكم المايونيز اللي من غير عظام، ولا تنجموا زادا تسموه جبن ولا فروماج. جبن هذايا يعملوا فيه في المطاعم، صالح للساندويتشات الكل، انواع الساندويتشات. يجي خاثر وبنين وفيه طعم الفرماج. المكونات نحتاجو 4 كعبات فرماج، سنة صغيرة ثوم، رشة ملح، رشة فلفل أكحل، كاس حليب عليه صوص كيسان زيت، نفس كمية الحليب نفس الكمية زيت. أما أنا كما لا تلاحظوا كيسان الزيت أصغر بشوية من كاس الحليب، علاش في الآخر باش نزيد مغرفة كبيرة زيت. يعني أنتم حطوا من الأول قد نفس كاس الحليب، منه مرتين زيت. من الأول حطيت المكونات الكل، خليت كان شوية زيت باش نزيدها من بعد في الوسط. أول حاجة نعملوها نهبطوا الهاند بلندر على الفرماج لوطة ونعملوا ضربة. بعد ما يتخلط الزيت وقتها نولوا ان نعملوا بالهاند بلندر ونطلعوا الفوق كما تشوفوا في الفيديو. يعني نخلطوا الكمية الكل مع بعض، نواصلوا في التحريك لين يولي خاثر. وعلى فكرة كل ما تزيدوا شوية زيت كل ما يزيد يخثر أكثر، حتى لين في الآخر باش نزيد تو تشوفوا كيفاش يولي القوام تاعها خاثر أكثر. وصدقوني الطعم متاعي يجي بنين، ميكس بين فرماج حليب فلفل أكحل والثوم. سيرتو الثوم كانت تعملوا سنة أكبر بشوية يجيكم طعم الثوم بارز يهبل. هبط الفيديو في القناة عم نول، وما شاء الله لحد تو أكثر فيديو جاب مشاهدات. جربوه وصدقوني ما كمش باش تمو، جربوه حتى بكونتيتي ما أقل، حتى بكعبة ولا كعبتين فرماج، ونقصوا في الكونتيتي متاع الحليب والزيت. بالطبيعة شوفوا هنا بعد ما زدت الزيت كيفاش ولا، وكان زدتها باقي أكثر شوية، ممكن مغرفة ولا مغرفتين، يولي القوام تاعها باقي أخضر ومتماسك أكثر من هيك. بعد ما حضرنا كل شيء نرجعوا للبات. نهزوا كعبورة عجينة ونحطوا فوقها وتحتها زيت، ونبدو نحلو فيها بشوية بشوية. من الأول نحلوها من الوسط والأطراف، ومن بعد من الأطراف برك، ونحاولوا ما نقطعوهاش. وشوفوا ما شاء الله كيفاش تتجبد. كان تحبوا تعملوها أكبر من هيك ولا حتى بنفس الكبر أما أخشن شوية، زيدوا في كبر كعبورة البات. وما شاء الله شوفوا كيفاش تتجبد معايا، على خاطر خدمناها بالماء سخون وعملنا لها الزيت وخليناها ترتاح مدة باهية. كهو بعد ما حليناها نهزوها بالقلقال، نثناها عليه كما هكا باش نضمنوا انه ما تتقطعش، ونحطوها على الطاجين كما تشوفوا. الطاجين هذا الحق رحمة، يطيب مش نورمال، نعمل عليه حتى المطبقة وساعات البيتزا. كي نبدأ باخلة نطيب البات متاع البيتزا على جهة وبعد نقلبها تكمل تطيب على الجهة الأخرى، والجهة الفوقانية اللي طابت لولا وقت نحط عليها الصوص والكل. نجموا حتى تطيبوها على المقلة متاع الكريب، أما تنقصوا في النار خاطر المقلة تبدأ رهيفة. نرجعوا البات لازم كل شوية نقلبوها باش تطيب بالباهي، سينو تبقى نية. نبقوا هكا كل ما تحسوها طابت وحمارت شوية من جهة نقلبوها للجهة الأخرى كما تشوفوا، أما ما تطيبوهاش على الأخر خاطر تولي يابسة. وتوا نحل معكم كعبة أخرى باش تفهموني أكثر. أول حاجة نحط الزيت ونبدأ نحلو فيها بشوية بشوية، من الأول من الوسط الكل، من الوسط ومن الأطراف، ومن بعد كان من الأطراف برك. وهذا كالكحل شوية اللي تشوفوا فيه من البات اللي طابت قبلها، يعني يجي فيها ذاك الأسود اللي يجي في البات بعد ما يطيب. المهم كما تشوفوا الكعبة هذه محلاها، طلعت أحلى من لولا. كاهو نحلو هيك، شوفوا ما شاء الله محلاها وكيفاش ما تقطعتش. ونفس التكنيك نحطوها على القلقال كما هيك، ونبقوا ندوروا ونهزوها ونحطوها على الطاجينة تطيب. كيما قلت لكم لازم ما تغفلوش عليها، تبقوا تقلبوا فيها حتى لين تصيب. وبعد ما تصيب الكعبة تحطوها في ساشي أليمونتير باش
تعرق وتبقى طرية. كان باش نخلوها هكاكا البرة تتعرض للهواء وتيبس وتولي تتقرمش، ما عادش نجمو نحطو فيها الحشو ونلفوها. لازم في حاجة يعني تخليها سخونة، وهذاك الهواء السخون والعرق اللي يخرج منها يرجع عليها. توا حضرت الحاجات اللي باش نعمل بيهم الحشو: مايونيز، الهريسة، سلطة، الخس، أومليت، فريت، وعصرت حكة من نحيت منها الزيت متاعها. أول حاجة مغرفة فرماج وإلا مايونيز كبيرة نطرحها على الكعبة، ومن بعد نزيد مغرفة هريسة. بالنسبة للهريسة كما تحبوا، اللي يحب حارها وين يزيد، اللي ما يحبش ما يحطش، خلاص ليكم حرية الاختيار كما تحبوا اعملوا. من بعد نحطوا السلايد، حطيت سلطة الكرنب ومن بعد سلطة الخس وسلايت. ماذا بكم تعبوا قد ما تنجموا اذا كنتوا تحبوها بالطبيعه، خاطر تبنن ياسر الملفوف اون بليس تعباها، وكي تلفوها من بعد وكي تقصوها تبان معبيه وفيها برشا حشو. من بعد الاومليت والفريت والتون. اما الكعبتين الاولانيين نسيت ما حطيتش فيهم التون، من بعد ذكرت وعاودت حليتهم وحطيت فيهم. وبالنسبه للحشو حطوا اللي تحبوا عليه، كان تحبوا حطوا سلطه مشويه، فرماج، كاري، هذاك الاورنجي متاع البرجر، بصل زاده يجي بنين ويبننها، زيتون، برشا حاجات اللي تحبوا عليه حطوه كهو. ومن بعد نلف الكعبه كيما هكا ونعمل الكعبات الكل بنفس الطريقه، وبعد نقولكم شو باش نعملوا لهم. من بعد ما كملت الكعبات الكل بنفس الطريقة، نسخنوا الطاجين اللي خدمنا عليه البات من الأول ونحطوا عليه الكعبات يسخنوا كيما هكا. من الأول يطيبوا على الجنب الأول، بعد ما نحسوهم صاي سخنوا وعطيه لون إضافي اللون البات نقلبوهم من الجهة الأخرى. وها هما كعبات الملفوف حضروا، ما شاء الله محلاهم يشهوا، والريحة ما نحكي لكمش، ريحتهم قوية عب الدار كاملة. وتوا باش نحل معكم كعيبة تشوفوها من داخل كيفاه، وطعمها بنين بنين بنين، ما تصوروش قداش أبن حتى من متاع الشارع، وخير بطبيعة حاجة نظيفة ولا عيوننا. ننصحكم تجربوها تو تعرفوا على شنو قاعدة نحكي، نودكم ولا نشهيكم. حتى من الدار الكل عجبتهم وهبلوا عليهم، والكلهم بصراحة يشكروا فيها وقالوا حتى أبن من متاع البرة. كما قلت لكم زيدوا انتم تفننوا في الحشو، زيدوا اللي تحبوا ولا نقصوا حاجات ما تحبوهمش. تنجموا تزيدوا بصل، سلطة مشوية، ولا هريسة عربي، أنواع سلايط أخرين كما تحبوا أعملوا. وهذا كان فيديو اليوم، صحة وبشفير اللي باش يجربهم. نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر. باي باي.